قال يا قاعدين يكفيكوا الشهر الجايين. ابقى انا قاعد كده الاقي في حد بيكلمني يقول لي ايوه الهبيد معايا، اقول له ايوه معاك، يقول لي في اوردر جاي لك، اقول له ماشي يلا بينا. تعالوا بقى نشوف الاوردر الغريب. انا فتحته بس تعالوا نتفرج على محتوياته. معلش ان انا فتحته بعيد عن الكاميرا بس كان نفسي اشوف لان المحتويات كانت جايه بطريقه تري شيك قوي يعني يا جدعان. تعالوا بصوا، اول حاجه لقيت العلبتين دول هنفهم دول ليه. ولقيت بقى بصوا الحلويات دي يا جدعان، الهبيد حلو الكلام وعاملين بقى ايه شغل جامد فشخ، حبيت. واينشتاين دي في حد ذاته بالنسبه لي يعني الموضوع ده قوي جدا، لان ده شخص عارفني وانا عارف ان هو عارفني لاني عرفت البراند عشان فتحت العلبه يعني. المهم يا جماعه ان الحاجه دي جت منين، هقول لكم منين اتقلوس. والعلبه بقى اللي جت يا صديقي دي لوحدها حكايه، عليها لوجو الهبيد كده بارز موجود، هي بس فيها حاجات كده احجار كريمه هنفهم دي ليه. عليها لوجو هنا الهبيد بارز، وعليها كمان لوجو كبير فيه الصوره ومكتوب الهبيد، بس انا يعني انا عايز اوريها لكم بس خايف. تمام يا ليوي تمام كده اهي. بص زي ما انت شايف كده يا صديقي حلو الكلام، ومكتوب بقى ايه باي باص. فالهدايا دي كلها جايه من عند الباص، احمد باص حبيبي طبعا. تعالوا نشوف بقى الباص بيقدم لنا ايه جوه القصه دي، عشان انا متخيل ان في مفاجاه يعني. انا ما رضيتش افتحها، انا فتحت بس الحاجه الخارجيه اللي هي دي، ودي هنشغلها كمان شويه، هنحاول نشغلها شغاله على فكره، وانا جربتها بتنور كده وعليها اينشتاين. ودي بتبقى درج ده ممكن اشيل فيه الكويلز بتاعتي، التنكات، ازازه الليكويد. تعالوا لسه هنشوف. شلنا. تعالى بقى دي اول فتحه. اول نظره علبه جامده فشخ يا جدعان. بصوا انا مش عارف هتبان في الاضاءه هنا ولا لا، صنع في مصر دي حاجه قويه جدا مكتوبه، ومكتوب هنا على ما اعتقد لاين جديد، يعني ريفيو جديد، يعني اهبد يا هبيد. فدي حاجه جامده جدا. موجود هنا بقى يا جدعان اخر جمله، ودي بعد السلوجان الجامد ده انا هستخدمه على فكره، الكلمه المهمه مالديفز. فتعالوا نشوف ايه حوار مالديفز ده او مالديف. تعالوا نشوف. اخيرا اكتشفنا لاين مالديف يا جماعه. لاين مالديف انا شايف هنا ان هو باي باز دي عندي لوحدها، هو خد 50% من الكفاءه من غير كلام. تاني حاجه ان هو 4 فليفر، وانا بحب الناس اللي بتركز قوي في شغلها. وحلاوه العلبه فكره ان انا الاقي الرمله اللي هي او الحجاره اللي ليها الوان دي فكره فعلا هو نقلني جوه جزر المالديف فعلا بمجرد ان انا فتحت العلبه من غير لسه ما افتح حاجه. تعالوا نتعرف على اسماء الفليفر سريعا كده. اول زجاجه بقى صديقي، وهي اللي سحلتني خلتني ابص عليها غصب عني، يعني لو ما كنتش هبص كنت دي لازم اول زجاجه ابص عليها. مالديفز المستكه حلو الكلام. دي خدت عينيا لان انا مكتوب قدامي غندور جامب، فده معنى كده، او الجم اللي هو اللبان يعني، فده لبان الغندور ده اللي مكتوب عليها. فلسه هنعمل ريفيو، احنا كل ده بنتعرف. تاني زجاجه بقى معانا صديقي وهي الايطاليان كوكيز. ده كوكيز ايطالي المفروض على الكلام المكتوب على الزجاجه، ولسه ما جربناش حاجه. تالت زجاجه معانا صديقي وهي الفرنش توست او انا مش هينفع اتكلم على الازازه دي لان انا بصراحه دقتها عشان ما ابقاش كداب، ما قدرتش امسك نفسي، بس هنتكلم عليها لما نعمل لها ريفيو. احنا كل ده بنعرف اللاين. الزجاجه الاخيره والرابعه معانا صديقي وهي الكي جي بي. كي جي بي ده اللي هو المخابرات السريه الروسيه، حلو الكلام مالناش دعوه بيهم بس ده اسمهم الاختصار بتاعه. وهي عباره عن راشن مانجو او المانجا الروسي، مانجا شيوعيه جدا. هنشوفها هي بتقول ايه يعني، اتقل معايا صديقي. دي كانت حاجه تفصيله كده بسيطه من الباز، وميرسي على الهدايا الجامده جدا وعلى التقديمه والبوكس والشغل ده فعلا. الباز انا بحبه عشان بيفكر بره الصندوق. سلام.